استقبال منتخب المغرب بالخريطة المغربية في قطر قبل كأس العرب، هذا استفزاز للدولة الجزائرية، فالجزائر لن تقبل بهذه السلوكات. من أي فريق أو منتخب شعارات سياسية، خرائط وغير ذلك من الأمور. ما لازمش نكذبوا على الناس، هم يروحوا غير يروحوا. عندك شامبيونا نيفو راهو حابط، واحد ما يلعب في ليكيب ناسيونال، ومن بعد كي تروح واش راني ندير انا، واش ندير بك؟ هيا لي كلوب واش يدير بك؟ قضيه سياده، ماشي نتكلم على السياسي ولا ليسما ولا مولوديه ولا جهازك، نحكي لك بلي هذا قرار سيادي. تفضل، انا ما نقاطعكش، تفضل. تأتي بخريطة وهمية، وضع الخرائط يفرق الشعوب. أنت لما تضع خريطة استفزازية لدولة أو لشعب آخر فإنك تستفز. اترك كرة القدم رياضة تقرب بين الشعوب ولا تبعد الشعوب. هذا ما بعض الإخوة في المغرب يقولون بأنه لا، منع وضع الخرائط لأنه رياضة كرة القدم هي رياضة تجمع ولا تفرق. هذا ما لم تقبله الجزائر، وهذا ما تناضل من أجله الجزائر. هيئة كروية، قرار سيادي. الدولة الجزائرية في أعلى الهرم هي التي تقرر، لأنه البعض يريد من الآن أن يوجه الرأي العام على أنه ماذا فعلنا منذ الموسم الماضي ومنذ الموسم اللي قبل. إلى الدولة الجزائرية تقول لك ما نلعبش، أنا مازال ما كملناش، إلى تقول لك الدولة الجزائرية ما نلعبوش مع فريق يضع الخريطة الوهمية، بوان بار، ما نلعبش لأنه قضية سيادة. كما سامحني، كما نكمل بك الفكرة.